سبحان الله، الأتاي المغربي له نكهة خاصة. سبحان الله سبحان الله. والنعنع يعني، واللباس المغربي التقليدي اللي أنا لابسه بطريقة مصرية مش عصرية، هو بس يعني أنا بحاول أعمل كده ميكس الحضارات ما بين الحضارة الأمازيغية المغربية العربية العظيمة وما بين الحضارة المصرية الفرعونية. المهم النهاردة هنتكلم عن إبداع كريم بالنيس في محتال الحب، بس ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي ويلا بينا. بياخدنا من كل حوالينا، من الوقت بيسرقنا. النهاردة حلقة بعملها بمنتهى السعادة وبمنتهى الحب، لأنها إهداء مني للأخ الغالي الكريم كريم بالنيس، اللي تواصل معايا من ألمانيا واتصل بيا وشكرني وأنا قد إيه بحب هذا الرجل المتواضع، فنان مغربي عالمي مبدع متواضع. عايزين إيه أكتر من كده؟ ربنا يحفظك يا كريم، وما يحرم سعد ابدا من وقوفك جنبه ودعمك ليه. انت اللي دعمك لسعد لا مشروط، مش انا. ده انا يعني مش قادر اقدم حاجة اكتر من ان انا يعني القي الضوء على الروائع اللي انتوا بتعملوها، انما الروائع اللي سعد بيعملها انت شريكه في صنعها، انت شريك نجاح رئيس، وربنا يحفظك وما يدخلش بينكم حد وحش ابدا، انت وسعد، ويحافظ عليكم دايما. ندخل بقى على طول في الموضوع يا جماعة. طبعا كريم بالنيس بيتفرج على هذه الحلقة دلوقتي، ان انا ببعت له اللينك بتاعها على طول وبيشوفها، وبعد ما تخلص الحلقة وتشوفوا المجهود والفن والعبقرية والفلسفة اللي حطها كريم بالنيس في هذا الكليب، ادعوا له دعوة حلوة. تعالوا نتكلم الاول عن كلمة المونتاج. مفيش مخرج في العالم الا ودرس مونتاج في الاول، بل بعضهم بيشتغل مونتير، يعني بيعمل المونتاج بضع سنين قبل ما يبقى مخرج. المهم ان المخرج اساسه بيبان من دقته في المونتاج. المونتاج هو باختصار كده، باختصار طبعا، القص واللصق، ده باختصار. وطبعا المونتاج جواه حاجات كتيرة جدا جدا، من تركيب الصور والى اخر، حاجات كتيرة جدا، والحيل والزخارف وحاجات كتيرة. ما علينا، مش عايزين نطول، احنا هنتكلم على القص واللصق. هنا يا جماعة عايز اقول لكم حاجة جميلة جدا. بداية كليب محتال الحب، الكليب عبارة عن ايه؟ العروسة نايمة والعريس بيحضر لها الفطار، وعمل لنفسه النسكافيه وعمل لها النسكافيه كمان وسابه لها سخن لحد ما هي تصحى، مش كده؟ طيب، وهو واقف بيشرب النسكافيه، هي صحيت، هو التفت ليها، هي خدت النسكافيه بتاعها، بص لها وضحك، هي كمان بصت له، وبعد كده التقيا. صح؟ كل ده انت شايفه بكاميرا واحدة. عايز اوصل لكم المعلومة بقى ان كل ده ما حصلش. ايوه، لا بص لها ولا بصت له ولا كانت موجودة اساسا. دي مفاجأة، صح؟ بفاجئكم. دي عبقرية كريم بالنيس بقى. مش العبقرية انه ياخد شوتات سعد لوحده وشوتات الموديل لوحدها، لا، ما كلهم بيعملوا كده. العبقرية انه ما يحسسكش ان هما مش مع بعض اساسا. باللقطة الاخيرة اللي جابهم مع بعض، في يا جماعة حاجة اسمها راكور، هو حافظ على الراكور بشكل ابداعي خطير، ونظرة العين ما تترفعش ولا توطى عن المنسوب اللي كان محدده المخرج علشان تلتقي مع نظرة عينها هي كمان. فلسفة جميلة جدا هشرحها لكم ببساطة. سعد واقف بيشرب النسكافيه بتاعه، وبعد كده ستوب. على فكرة الموديل وسعد بيشرب النسكافيه بتاعه كانت فين؟ كانت في غرفة تانية خالص، وممكن تكون لسه ما جاتش اساسا اللوكيشن، او قاعدة ورا وقاعدة في غرفة بتحضر ملابسها او بتحط المكياج ديالها. المهم هي مش موجودة. ليه؟ لان التصوير بكاميرا واحدة يا جماعة، تصوير الفيديو كليب بكاميرا واحدة. الكاميرا بتصور دلوقتي سعد، ما ينفعش يصور سعد وهوب يروح مصور هنا هي وبعدين يروح جايب، ما فيش الكلام ده في التصوير. خصوصا كمان نسيت اقول لكم في اضاءة، ما فيش كاميرا وما فيش تصوير بدون اضاءة، والمخرج كريم بالنيس هو اللي بيشرف على الاضاءة بنفسه. حتى لو في مهندس اضاءة بيبقى تحت ارشادات المخرج. فكريم بالنيس حاطط الاضاءة والكاميرا على سعد، خد سعد وهو بيشرب النسكافيه، وبعدين بيبص يساره النظرة، قال يعني شافها وهي بتصحى، وبعدين هي راحت ماسكه المج بتاع النسكافيه ديالها وشمت ريحته الجميله الشهيه وحسسك بالدخان والدفء اللي حصل من لمستها للمج، وبصت له كمان بنظره عشق، وهو التفت ليها كمان وقال لها تشاو. كل ده وهي مش موجوده، هي لسه ما صورتش، سعد بس اللي واقف قدام الكاميرا. فهنا كريم بالنيس حافظ
انه ياخد له الشطات دياله كانه شايفها. وسعد طبعا ساعد كريم بنيس في ده، لان سعد ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ممثل شاطر جدا. محتال الحب بيبين سهل بنظرة ولما بنحب. بعد ما بيخلص سعد ده كله الشطات دياله، يقعد سعد بقى يرتاح، ويبتدي المخرج ينقل الكاميرا وينقل الإضاءة على اللوكيشن الآخر، لوكيشن البنت وهي بقى بتصحى وهي بتبص له، هي مش شايفاه على فكرة. يعني برضو ما دي براعة من الممثلة اللي أنا قلت إنها يعني مش على قدر كبير من الجمال، وده في حد ذاته إبداع من كريم بنيس، إنه ما يجيبهاش جميلة جدا زي ما قلت لكم قبل كده عشان يجيب التأثير بس في النظرات. هي شاطرة قوي في نظرات العينين، عينيها كانت حلوة، وده بيترجم كلمات الأغنية، لأن الأغنية بتقول إيه؟ محتال الحب يبين سهل بنظرة، بيبين سهل بنظرة ولما بنحب. بنظرة. فكان المحور الأساسي هو نظرات الموديل، وبالتالي ما جابهاش جميلة جدا، جابها بس نظراتها حلوة ومعبرة. وده وضحه كريم بنيس جدا واهتم بده. وهي بتمثل ممكن عينيها تبص فوق، تبص تحت، تبص يمين، تبص شمال، ما تظبطش زاوية النظر على سعد، لان سعد اصلا مش موجود، سعد قاعد بقى خلاص وبيصورها لوحدها دلوقتي. طب وبعدين حافظ كريم بنيس على كل ده، انه يطلع بمنتهى الدقة والحرفية، والممثلة ايضا ساعدته على كده. بعد كده جاب الشوط ديالهم هما الاثنين. على فكرة الشوط ديالهم هما الاثنين ده توقعي انا انه اتصور قبل الشوطات ديالها هي، لان كان سعد واقف خلص الشوطات دياله لوحده، بعدين دخل عليه الموديل خد الشوط الاخير ده، وهم بيتقابلوا مع بعض في نفس يعني هيقعدوا على الفطار، وبعد كده سعد قعد لوحده وابتدى خد الشطات ديالها. يعني موضوع الترتيب ده مش موجود خالص يا جماعه في الكليبات، مش موجود، ولا في السينما ما فيش حاجه اسمها ترتيب. يصوروا اللوكيشن الاوفر في المصاريف، من حيث الاحسن في الحفاظ على الراكور، الحاجات اللي كانت ثابته، الشاي، الفنجان، الكوبايه، الورده، بيحافظوا على الراكور، ده اهم حاجه. وضغط التكاليف، بيفكروا في الانتاج برضو يحاولوا ضغط التكاليف على قدر الامكان، ويريحوا برضو الممثلين. يعني الممثل يجي يوم واحد عشان اجره وعشان تعبه يشتغل كل الشطات بتاعته، ولو في شطات مش هيكون فيها يبقى قاعد ليه عندنا وسعد بيصور مثلا، لا بيجي يعمل شغله ويمشي. هو ده بقى براعة وفلسفة وعبقرية كريم بنيس. كل المخرجين بيعملوا كده، ولكن كريم حسسك انهم قاعدين في غرفة واحدة، وخصوصا مساعد بيبص لها وهي بتبص. تعالوا نشوف المشهد ده على بعضه كده. بس بقول لكم السر اهو، كل واحد فيهم سعد والموديل كل واحد فيهم صور لوحده، ممكن يكون في ساعات مختلفة كمان، ده بعيد عن ده في الوقت كمان، وما صوروش مع بعض غير اللقطة اللي ظهروا فيها مع بعض. تعالوا نشوف. لما بنحب ما بنقشعش بالمرة. كده قلت لكم كام ملمح ابداعي لحد دلوقتي، ملمح واحد هناخد ضمنه برضو كده انه هيخش بقى على السينيو المتحرك الجميل اللي فيه حركة وبهجة، اللي هو بيقول فيه بياخدنا من كل حوالينا من الوقت بيسرقنا، بياخدنا من كل حوالينا من الوقت بيسرقنا، بياخدنا من كل حوالينا. طب ما هو قاعد معاها في الغرفة، ايه هو يعني الحب بياخده من كل شيء حواليه، بياخده من ايه يعني؟ فلازم يخرج بياخدنا من كل شيء حوالينا. راح خارج بالكاميرا بره على طول في الاوبن اير، وجاب سعد لمجرد وهو بيشاور بايديه على بياخدنا من كل شيء حوالينا، حتى من الدنيا، من الطبيعة، من الشمس، من الهواء، من القمر، من الخضرة. بصوا خرج بيه على طول، خصوصا الجزء ده جزء نشط وراقص في الموسيقى. فكريم بنيس الموسيقي، كريم بنيس ما هو ما فيش مخرج ما درسش مزيكا، لازم يكون دارس مزيكا برضه، وصورة وصوت وإضاءة ومونتاج وكل حاجة. خرج كريم بنيس بالكاميرا، كاميرته الوحيدة إلى الوسع والرحابة، وياخدنا من كل شيء حوالينا. خرج، ما هو كان بياخدنا، عايز يوريك انه بياخدنا فعلا، وراح مخرجه لبره ووراك الوسع والفضاء اللي حواليه، ان حبيبته خدته من كل ده. تعالوا نشوف. بياخدنا من كل شيء حوالينا من الوقت بيسرقنا. هنعتبر ان اللي فات ده كله ملمح واحد من ابداع العبقري كريم بنيس. ناخد بقى الملمح الثاني، ناخد الملمح الثاني، تعالوا نشوفه وبعدين احلله لكم.
هنا بقى الملمح التاني ده عايز اوريكم كريم بنيس الموسيقي صاحب الايقاع والريتم، جواه نبض وايقاع. حافظ على ايقاع الصورة انه يمشي مع ايقاع المزيكا عن طريق التبطيء للصورة وعن طريق المونتاج. طبعا اللقطات اللي فاتت زي ما قلنا ابداعه في النقطة الاولى اللي قلناها ان سعد سجل لوحده والبنت سجلت لوحدها وعمل مونتاج وخلاهم يبصوا لبعض وكأنهم موجودين قصاد بعض، وده ما كانش حاصل، مش موجود. المرة دي بقى في الابداع رقم 2 المونتاج ايضا، ولكن من حيث تبطيء الصورة ومن حيث التقطيع برضو القص واللصق، ولكن بفكرة غير الفكرة اللي جت في نقطة واحد. ايه هي الفكرة؟ الفكرة انه يمشي مع ايقاع الاغنية. سعد بيطبل على الشباك، هل الطبلة اللي بيطبلها سعد دي بتيجي متسنكة كده في سنك بينها وبين المزيكا اللي كانت شغالة؟ ممكن او ممكن لا، ولكن ده ولا دي جزء من الثانية بيفرق. تحكم كريم بنيس في ان هو يبطأ سعد وهو بيطبل على الشباك تبطيء جزء من الثانية عشان يحافظ على ايقاع سعد وهو بيطبل يبقى ماشي مع ايقاع الاغنية. تعالوا نشوف اللقطة اللي بعد كده بقى هتوضح لكم اللي انا بقوله ده كويس. يمكن ما شفتوش ايدين سعد قوي وهو يعني مش باين فيها التبطيء. طب شوفوا هنا بقى وهم بينطوا هو وعروسته بينطوا مع بعض. النطة بتاعتهم كريم بنيس بطأها وخلاها عشان تنزل مع الضم وتنزل مع التك، تنزل مع الايقاع مظبوط. تعالوا نشوف. الجزء اللي جاي بقى وهو بيقول لا 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 لا. اللا دي اللي هي الركوز، هي درجة الري على فكرة، خلاها مع ركوز رجليهم على الارض وهم ماشيين. بعد ما كانوا بيتنططوا وهم ماشيين ركوز رجليهم على الارض. ازاي ظبطوا كريم بنيس ده؟ بياخد مجهود ووقت وساعات شغل وفكر اصلا علشان يظبط رجليهم مع قفلة المزيكا. تعالوا نشوف. بعد ما سعد عاد لا 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 لا، القفله دي لا لا لا، نهايه الجمله الموسيقيه. فجابهم كريم هم نايمين وهي بتسحب ايدها من ايد سعد في دلع، بتسحب ايدها لا لا لا. بص ازاي الصوره ماشيه مع المزيكا. تعال نشوف. طب عشان كريم بنيس يظبط لا 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 دي تيجي مع سحبة الايد، كان في قبلها فراغ ثانية او ثانيتين، يملاهم بايه كريم؟ في ثانيتين فراغ عشان عايز يجيب لك السحبة دي لا 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 مع سحبة يعمل ايه؟ راح رافع الكاميرا وجاب لك الخضرة والاشجار في ثواني. انت ما تعرفش هو حطها ليه. هو حط منظر الشجر بتكاملية، منظر متكامل كده كله على بعضه، تحس انه معشق انه جاب لك السما عشان هو يجيبهم لك لسه نايمين تحت الشجر. لا هو هنا بيملى الفراغ عشان يجيب لا 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 سحبة ايدها، فراح جايب لك الثواني اللي قبل ده عشان يملى بيهم المزيكا، راح حاططهم على الشجر. ده بيعرف يستخدم ادواته، مخرج عبقري بيعرف يستخدم ادواته. تعالوا نشوف اللقطة دي على بعضها. لا 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 لا. ايه رايكم؟ عبقري ولا مش عبقري كريم بنيس؟ اسمحوا لي بعد اذنكم اقوم اقف احتراما وصفق لكريم بنيس حتى لو خرجت من الكادر. انا عارف اني خرجت من الكادر بس بحب كريم بنيس وحقه عليا ان اقف له احتراما. هقول لكم مشهد ثالث واخير، مش اخير في ابداع الاغنيه، الاغنيه فيها ابداع كتير جدا من كريم بنيس، ولكن انا هقول مشهد اخير عشان ما اطولش على حضراتكم. المشهد السينمائي اللي بعد ما الاغنيه خلصت خلاص، طبعا سعد انبهار واندهاشه لما لقاها لبست بقى السواريه، نقول سواريه الفستان السهره الاسود وخرجت عليه، نظرة عينيه لما اندهش واو يعني. وبعدين عزمها بقى على العشاء الرومانسي على الشموع وقعد يضحكها ويلعبها ويهزر معاها بخفة دم. ليه كريم بنيس حط الحاجات دي؟ عشان يحسسك بجو الألفة، بيحسسك بالحب، ان العريس بقى بيلعب معاها وبيضحك معاها وبيعمل لها حركات وبيعمل لها كده بايديه على الترابيزه دلع، بيحسسك بجو الدلع.
وبعد كده لما خلصت الاغنيه تماما والاغنيه خلصت والمزيكا خلصت، حط كريم بالنيس هذا المشهد الرائع اللي كله عبقريه من سعد المجرد، طبعا عبقريه في التمثيل واداء حلو من البنت. وان كان لما سعد طبعا سمع صوت الديب سابها ومشي، كشرت تكشيره يعني مش احسن حاجه، كانت ممكن تدي تعبير بوشها احلى من ده، بس تمام يعني هي عملت شغل حلو طول الكليب. فراح سعد رجع لها تاني، ولما رجع لها ابتسمت ابتسامه لطيفه وشالها ومشي بيها. كل المشهد ده اتمثل بالعيون فقط، بعينين سعد وبعينين الموديل وعدسة كريم بالنيس، يعني العدسة الرائعة. ادانا مشهد كوميدي جميل وختم لنا خاتمة لطيفة جدا. قبل ما نشوفها الخاتمة اللطيفة دي، تعالوا نشوف خاتمة العاشق الهايم اللي ايضا كان فيها فكرة رائعة. اما قال لها على فكرة انا مش انا، قالت له ما انا عارفة، قال لها انت دي بجد مش فاكرين؟ تعالوا افكركم بالمشهد ده. وبرضه بالمناسبة هذا المشهد تم تصويره بنظام الفيديو كليب، يعني كاميرا واحدة فقط بتصور سعد في كل الجمل اللي قالها وبعدين ستوب، وبعدين يروح نقل الكاميرا والإضاءة ويروح الناحية التانية يصور البنت بكل الجمل بتاعتها وكل اللقطات اللي ظهرت فيها، ثم يشتغل المخرج في المونتاج بقى يجيب جملة من سعد وجملة من عندها وجملة من سعد وجملة. هل انتوا بتشعروا بده؟ دي عبقرية كريم بالنيس. تعالوا نشوف العاشق الهايم كده القفله. You think so? شفتوا كريم بالنيس له بصمه، يحب يحط بصمه في الفيديو دياله، سواء هذا المشهد التمثيلي كان فكره سعد او فكره كريم بالنيس، انا لا اعلم هي فكره مين طبعا، ولكن مين اللي نفذ؟ سعد وكريم بالنيس. فما شاء الله عليهم، ما شاء الله. عشان كده بقول ودعت لهم في الاول ربنا ما يدخل بينكم حد وحش. تعالوا بقى نشوف نفس الروعه والجمال في مشهد اخر ايضا كوميدي في اغنيه في قمه الرومانسيه. تعالوا نشوف بقى محتال الحب. انا كده وصلت نهايه الفيديو ديالي، اتمنى اني ما اكونش اطلت عليكم. بشكركم جدا، بشكر المخرج المبدع كريم بالنيس، وبشكره تاني قدام حضراتكم انه تواصل معايا واتصل بيا من المانيا، شكرني بنفسه، وبقول له انت تستحق كل شكر وكل تكريم يا كريم. وبقول لكم انتوا لو سمحتوا من فضلكم اكتبوا لكريم وسعد هما الاثنين مع بعض، ربنا ما يفرق بينكم ابدا، او اكتبوا لهم اي دعوه حلوه من عند حضراتكم، لان كريم بالنيس بيتفرج على الحلقه دي دلوقتي معاكم. الوقت طول بالزاف، بس معاكم ما بشعرش بالوقت، بجد اني بحبكم جدا. الى اللقاء.